سامعين الصوت ده ولا الشكل؟ اللهم بارك، حاجة كده تفتح النفس. هو ده الطاجن اللي يدفي بصراحة في الجو اللي احنا فيه ده. وعايزة اقولك ما بياخدش معاكي وقت خالص وسهل جدا في تحضيره. بس في البداية كده نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنتات. الحلو في الوصفة ديت ان احنا مش بتفرق معانا بقى حجم البطاطس كبيرة صغيرة. مش بتفرق معانا خالص، يعني لو عندك البطاطس اللي هي الصغيرة اللي بتبقى قد البيضة ديت هتبقى حلوة معاكي جدا في الوصفة دي. باجيبها كده وبقشرها وبغسلها كويس جدا، ببدأ كده ان انا بقطعها بالقطاعة بتاعة المخلل ديت عشان تديها كده شكل جمالي وتبقى حلوة في التقديم. ببدأ كده ان انا بعد ما قطعتها كده انا عايزاها الحجم بتاعها ما يكونش ولا تخينة ولا رفيعة، يعني تكون الوسط كده، اللي هي تسوي كفتة وكمان تقعد يعني تصبر كده شوية في الفرن، تبقى كمان تسويتها مظبوطة. ببدأ كده ان انا اديها تشويحة كده في طاسة فيها شوية من الزيت لحد ما تاخد بس كده تشويحة يمين وشمال كده حوالي 10 دقايق، عشان تاخد بس لدوعت كده الطاسة. وببدأ كده ان انا انزلها في الطاجن بتاعي. ببدأ بقى ان انا كده معايا فلفل احمر واخضر، ولو انت بتحبي الحراق بيبقى حلو جدا معاكي في الوصفة دي. بقطعه برضو شرايح كده صغيرة وبديله برضو تشويحة في الطاسة. هو البصل بقطعه كده معايا اجنحه كده جوليان رفيعه كده. دول 3 بصلات، انا مش هحط ال3 بصلات دول كلهم، احنا هناخد بس نصهم والباقي كده اقول لكم عليه. ببدا ان انا اقطعهم بالشكل ده كده. ولو وصلتوا معايا لحد هنا كده في الفيديو ما تنسونيش كده بلايك ودعوه حلوه كده من قلبكم وكومنت حلو زيكم، لان انا بتشرف بكومنتاتكم وبحب كده ان انا اشوفها. واتمنى ان انتوا تقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. بعد ما قطعت الفلفل وشوحته كده ونزلت عليه بالبطاطس، نزلت كده بالبصل برضو شوحته كده، خد بس نص كرمله كده. حطيت نص البصل في الطاجن ورفعته، ونزلت بنص البصل التاني كده في الكبه مع حوالي ربع كيلو من اللحمه. حطيت ملح وفلفل اسود وشويه من الكمون وشويه من البابريكا وشويه كده من البقدونس المجفف، وحطيت كمان كده شويه من بهارات اللحمه. وتقدري تستبدلي كل البهارات دي بالبهارات اللي عندك عادي. بدأت ان انا كده ضربتها في الكبة لحد ما كله اختلط مع بعضه، وبدأت ان انا كورتها كده كور زي ما انتم شايفين كده. عايزة اقولك ان انت تقدري تكبري الكور او تصغريها على حسب عدد افراد اسرتك. يعني الربع كيلو ده ممكن يرمي معاكي حبة حلوين لو انت كورتيه صغير. وفي نفس الطاسة مش هنقعد نغسل بقى كل شوية، حطيت برضو شوية صغيرين من الزيت، بس اديت لها كده تعفيرة من الدقيق في الاول عشان ما تلزقش معايا كده في الطاسة. وبدأت ان انا نزلت كده بقلبها يمين وشمال، وببدأ ان انا اديها برضو تشويحة كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بنزل عليها في الطاجن بتاعي وبسيبها كده على جنب. كده كوبايتين من عصير الطماطم الفريش، حطيت عليهم معلقة كبيرة من الصلصة، وحطيت عليهم بس فص ثوم مهروس بيديها برضو ريحة وطعم حلو جدا. وبدأت حطيت برضو بهارت الصلصة بتاعتي بملح وفلفل وكمون وشوية كده من الكزبرة الناشفة، وبدأت ان انا حطيتها عليهم كده. وكمان ما حطيتش بقى زيوت ولا اي حاجة، انا استكفيت بالدهون اللي في اللحمة وكمان الدهون اللي احنا مشوحين فيها البطاطس والحاجة والخضار بتاعنا. بعد كده دخلتها الفرن، حطيتها في الرف اللي تحت لمدة 10 دقايق، وبعد كده رفعتها فوق لمدة برضو 10 دقايق. يعني كل التسوية بتاخدها حوالي تلت ساعة، يعني نص ساعة بالكتير. بتكون حلوة جدا معاكي ومستوية بالشكل ده. لو لقيتيها في الاخر كده محمرتش، تقدري تشغليها الشواية واعملي جنبها شوية رز بشعرية.